آه النهارده هنكمل ان شاء الله التوبيك الثالث related to health assessment. اخدنا الاوفر فيو عن الهيلث اسسمنت، اخدنا هيلث هيستوري، هناخد النهارده فيزيكال اكزامينيشن. يعني هنبدا الفيزيكال اكزامينيشن؟ لا، مش هنبدا الفيزيكال اكزامينيشن، ولكن هناخد اوفر فيو عن الفيزيكال اكزامينيشن تكنيكس. عايزين نعرف ايه في الفيزيكال اكزامينيشن تكنيكس، ايه المين اوبجكتيفز. عايزين نعرف what about means by physical examination. يبقى أنا محتاجة أديفاين الفيزيكال اكزامينيشن، محتاجة أعرف البيربوس، ليه إحنا بنعمل فيزيكال اكزامينيشن تكنيك، ليه الأربعة كومبوننت هيفرقوا عن إيه؟ أربعة كومبوننت، ده إحنا هناخد حاجة اسمها inspection، palpation، percussion، auscultation. فلازم أعرف what about difference between الفور كومبوننت. اوكي، عايزين نعرف التولز. هنستعمل تولز؟ هنستعمل تولز. هنلاقي في حاجات بيزك احنا بنستعملها وفي حاجات ادفانسد. طيب هنعرف ايه تاني؟ هنعرف الليفلز اوف فيزيكال اكزامينيشن. ليفلز زيها زي التايبس اللي اخدناها في الهيلث اسسمنت، زيها زي التايبس اللي احنا اخدناها في الهيلث هيستوري. هي زيها زي التايبس، لكن هنعرف ايه الفرق ما بين الليفل والتايبس. عايزين نعرف ايه الديفرنس بين الانسبكشن، البالبيشن، البركشن، النيرسنج كونسيدريشن. انا از ا نيرس how to perform inspection, how to perform auscultation, how to perform palpation, how to perform percussion. اوكي، فلازم اعرف النيرسنج كونسيدريشن، عايز اعرف الجايد لاينز او احيانا بنقول البرنسبل بتاع الانسبكشن، البالبيشن، البركشن اند سو اوكي. وطبعا الديمونستريشن، وده ان شاء الله هنعمل له فيديو خاص how to perform physical examination techniques. طيب الاوتلاين بتاعتي definition، purpose، level، equipment، التكنيكس، الاربعه تكنيكس، وهنعرف هل هم 4 تكنيكس ولا 5 تكنيكس. اوكي، والبوزيشن، لان البوزيشن من ضمن الحاجات المهمه قوي في الفيزيكال اكزامينيشن. اوكي، ان انا احط البيشنت في البروبر بوزيشن. اوكي، فيزيكال اكزامينيشن نفس الكلام هنرجع نقوله تاني ونعمل هايلايت. يا ولاد الهيلث اسسمنت ده مينز او include 2 components, health history and physical examination. During the health history we will perform at least او collect data to conclude nursing diagnosis. At least 80%. انا بوصل ل 80% من النيرسنج diagnosis through الهيلث هيستوري. وبعد كده الهيلث هيستوري يخليني اعمل فوكس during الفيزيكال اكزامينيشن. الفيزيكال اكزامينيشن دي هوصل منها لايه؟ للاكشوال بروبلم او الريسك بروبلم او الويلنس، وهو ده المين بيربوس بتاعي من الهيلث اسسمنت. ببرفورم اسسمنت، بكولكت داتا تو فورميوليت النيرسنج دايجنوز. اوكي، عشان بيزد عليها نبدا البلان اوف كير والامبلمنتيشن اند ايفالويشن تبقى اكيوريت وسيف واكوردنج تو ماي كونديشن، تبقى انديفيدواليزد. ادينا احنا لسه ما زلنا بنعيد في نفس الكلام يا جماعه. الهيلث اسسمنت هيوصلني لنيرسنج دايجنوزس اللي بيزد عليها اكمل بقيه الستبس. اتفقنا ان الاسسمنت لازم يبقى ايه؟ مش فيزيكال بس، لا ده فيسيولوجيكال، سايكولوجيكال، سوشيو كالتشر، ديفلوبمنتال، سبيريتشوال، اول اسبيكت. ولذلك ساعات بنقول عليها هوليستيك فيو، نشوف البيشنت از هوليستيك يونت متكامله، مش سيبريت، مش بقيس الفيزيكال لوحدها والسايكولوجيكال لوحدها، لا، هوليستيك داتا. طيب الاسسمنت الفيرست ستيب، خدت هيلث هيستوري يبقى ابرفورم فيزيكال اكزامينيشن. اوكي، وزي ما اتفقنا اذا الداتا كولكشن دي كانت inaccurate يبقى all steps هتبقى inadequate, inaccurate and incorrect، وبالتالي كاني بالظبط بعمل كير لحاجه البيشن مش محتاجها. اوكي، يبقى ببص الاقي البيشن بيحصل له ايه؟ regression, there is no improvement. اوكي، وده ايه الحاجه اللي احنا دايما بنعمل ستريس عليها؟ الاسسمنت continuous, ongoing, all steps of nursing process must be include assessment. طب تعالوا نفس
الموضوع. What about component of health history? What about component of health assessment include two components. Health history اللي هي قلنا عليها subjective data as stated by patient, and physical examination اللي هي objective data. Objective data means observed and measurable. اوكي مش ليه؟ لان الحاجه دايما اللي بقيسها هي اللي مظبوطه. ممكن observe لا مش مظبوط قوي، انا شايفاك بيل، لكن لما اجي اعمل لك الهيموجلوبين تيست لا الهيموجلوبين ليفل كويس. اوكي ممكن يكون بقى ساعتها البيل اللي انا شايفاه عليك ده ارهاق. يبقى انا لازم اعمل دايما فاليديشن عن طريق measurable data. طيب الفيزيكال examination this is a systematic organized data collection through objective assessment technique, inspection, palpation, percussion and auscultation. اوكي اهي كل التكنيكس بتاعنا inspection, auscultation, percussion and palpation. هنبقى عارفين ان التكنيك دايما بتاعنا قبل ما بقرب من البيشنت، قبل ما بمدي ايدي عليه لازم start by inspection. اوكي لازم انا ابص له الاول، ما ينفعش ان انا على طول احط ايدي. وهنعرف حتى الانسبكشن والداتا كوليكشن ده ايه started by just inspection. بعد كده حتى لما ببدا ابرفورم بعض البروسيجر دايما بنقول ايه start by less intrusive procedure. less intrusive اللي هي اللي اقل اختراقا. ما ينفعش كده بيشن لسه يا دوبك عارفاه وعملت معاه هيستوري وقعدت معاه واتكلمنا وكل حاجه اقول له وريني بطنك، لا ما ينفعش. لكن ممكن ايه اخد الفيتال ساينس، اقيس الويت والهايت، اوكي اقيس السكين فولد، اقيس الابدومينال جيرث، وبعد كده اقول له بقى تعالى نشوف الابدومين، الشيست، الهارت، الباك اند سو اون. اوكي اهم حاجه في الفيزيكال اكزامينيشن يا اولاد ان هو لازم يبقى اورجانايزد، وعشان كده بنبداها بالانسبكشن وبعد كده السيكونس بتديفر فروم سيستم تو سيستم. النورمال اللي احنا هنعرفه انسبكشن، بالبيشن، بركشن، اوسكالتيشن. دول هتلاقيهم في معظم التكنيكس على كل السيستم. بدأنا انسبكشن، بالبيت، ابركاس، اوسكالتيت. لا ده في سيستم هعمل الانسبكشن وهبتدي وبعدين الاوسكالتيشن وبعدين البركشن وبعدين البالبيشن اللي هو الابدومين. وان شاء الله لما نيجي نعمل الابدومين الاسسمنت هنعرف ليه السيكونس بتاعنا اختلف. وفي بعض برضو البروسيجر هنلاقي ان برضو القصه برضو اختلفت شويه، ومع كل واحده هنقول ايه الراشونال ليه احنا اختلفنا. يبقى انسبكشن، بالبيشن، بركشن، اوسكالتيشن. اوكي دي حاجه. الحاجه الثانيه يا اولاد السيكونس ده هيفضل معايا على مدار كل السيستم. يبقى انا هنا باورجنايزد سيستماتيك داتا كولكشن، ماشي بسيستم معين، ايه مش بختلف من سيستم للاخر. ولكن عشان اعمل بروبر اكيوريت فيزيكال اكزامينيشن لازم يبقى فيه تراستنج ريليشن شيب اند رابور. البيشنت بقى خلاص خد عليا واتكلمنا مع بعض وفي trust relationship between the patient and nurse عشان يقدر يكسبوز اوكي الشيست، الابدومين، اللور اكستريميتيز اند سو اون. اوكي ولكن عشان برضو اوصل للمرحله دي don't forget explain البروسيجر to the patient. الكونسيدريشن اللي احنا اخدناها قبل كده لازم انا explain البروسيجر، expose البادي بارت، build relationship between a nurse and patient. اوكي طيب what do you mean by physical examination؟ اوكي قلنا systematic organized started after الهيلث هيستوري انترفيو. مش بعملها في اي وقت. اوكي started by inspection. So what about means of physical examination؟ Physical examination defined as complete assessment. complete من head to toe. هاخد الهيد، الاي، الاير، الماوس، النوز، الثروت، النك، الشيست، الهارت، الفاسكولار، الابدومين، الابر اكستريميتيز، اللور اكستريميتيز اند سو اون. اوكي يبقى must be cover all physical examination.
not just physical examination, must be performed mental examination. Okay, يعني psychological status for this patient and neurological assessment for this patient. Okay, اتفقنا ان هي systematic, organized, objective data, observed and measurable. Okay, objective data directly observed for released through physical technique. Okay, طيب البيربوس زي البيربوس اللي احنا اخدناها في الهيستوري، ان انا ايه obtain baseline data اكيد. اوكي، اديفرنشيت بين النورمال والابنورمال. ده احنا في اللايف ستايل كنا بنقول ايه النورمال سليب باترن وايه الالتريشن اللي بيحصل. هنا برضو لازم انا اديفرنشيت بين النورمال اللي انا شايفاه وال الابنورمال اللي انا شايفاه والنورمال باترن. ولذلك دايما بنقول sturdy knowledge about physical examination to able to differentiate. لازم يبقى عندي knowledge، ابقى عارفه النورمال عشان بيزد عليه ابدا differentiate between النورمال والابنورمال. ايه تاني؟ validated data. لو احنا فاكرين ورجعنا بالذاكره معانا في الفيديو الاولاني اتفقنا ان الفيزيكال اكزامينيشن بيفاليديت الهيلث هيستوري. ساعه ما قلنا لو البيشنت بتاعي عنده كونستيبيشن باجي ساعه الفيزيكال اكزامينيشن بعمل البركشن بتاعي. اوكي، فبلاقي الحته دي ضل ضل، يبقى اذا في فعلا كونستيبيشن والبيشنت بروبلمز او نيدز ايه اكيوريت. هعمل ايه تاني من ضمن البيربوس فور فيزيكال اكزامينيشن؟ النيرسينج دايجنوزيس. طب ما احنا كل هدفنا من الاسسمنت والداتا كولكشن تو فورميوليت النيرسينج دايجنوز، بيزد عليها اعمل البلان اوف كير اند امبلمنت اند ذن ايفالويت. اوكي، ايفالويت ايه؟ اوكي، ما انت حضرتك مثلا سي البيشنت عنده difficult of breathing. اوكي، عرفت انه عنده difficult of breathing عن طريق الريسبيراتوري ريت بتاعه more than 20 breaths per minute. اوكي، عنده تاكيكارديا، عنده مثلا هايبر فنتيليشن، مش قادر يسليب في الفلات بوزيشن. الله، يبقى اذا كل الكرايتيريا دي بيزد عليها هتبدا تيفالويت. ده الريسبيراتوري ريت بقى وزن نورمال من 12 ل 16. اوكي، مثلا التاكيكارديا بقى وزن نورمال ليميت 80 مثلا 85 بريس بير مينيت. مثلا لقيته ان الكلر بتاعه بعد ما كان ساينوتيك بقى بينك كلرز. اوكي، بقى بعد ما كان cannot able to sleep in flat position، لا ده بقى الحمد لله sleep in flat position. This is what you means by evaluation. اوكي، then finally اوكي سكرين ده واللي احنا بنقول من ضمن الانديكيشن بتاعتنا بتاع الفيزيكال اكزامينيشن او الاسسمنت الجنرال الهيلث كامبس. بروح والف واشوف الناس في اريا معينه وبعمل هيلث هيستوري وفيزيكال اكزامينيشن عشان اديترماين وات اباوت بروبلمز فور ذيس بيشنتس. اوكي، يبقى ده what you means by purpose. هنلاقي الى حد ما البيربوس of physical examination the same purpose of health assessment او health history. طيب تعالوا نشوف الليفلز. ايه الليفلز of physical examination؟ عندي 3 ليفل. ليه ليفل؟ ليه ما قلتيش تايبس؟ التايبس انا بسلكت one types according to patient condition. بسلكت الكومبرهنسيف assessment based ان البيشنت بتاعي stable. اوكي، والكيس no need for hurry up ومش في emergency situation، فقلت هعمل comprehensive assessment. لقيته في emergency situation قلت هستعمل ال ABCDE approach and so on. لكن level معناها ان انا هبتدي بالفيرست ليفل then proceed to second level then proceed to final level. يعني انا هعدي واعملهم الثلاثه في the same patient. بمعنى تعالوا نشوف اول ليفل اللي هو السكريننج فيزيكال اكزامينيشن. سكريننج يعني ايه؟ يعني سوبرفيشال فيزيكال اكزامينيشن، ولكن بكونسيدر اول بادي سيستم. يبقى السكريننج هنا انيشال وسوبرفيشال. اوكي، طيب during السوبرفيشال والانيشال سكريننج تيست determine the problems of your patient, respiratory problems, so can be regional examination. هركز focus on respiratory system.
اوكي. طيب خلاص الحمد لله، عملت سكاننج على البيشنت كله، عملت سكريننج تيست، لقيت ان المين بروبلمز ريسبيراتوري، عملت ريجونال اكزامينيشن فور ريسبيراتوري سيستم. اوكي. طيب ما انا برضو محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل complete physical examination. ده انا محتاج lab investigation، محتاج diagnostic procedure. بعد ما حددت المشكله اقدر هنا اطلب بقى lab investigation. انا محتاج مثلا اعرف الكاردياك انزيم لو البيشنت كاردياك بروبلمز، محتاج اعمل شيست اكس راي، محتاج اعمل سي تي برين، محتاج اعمل ايكو على الهارت، محتاج اعمل اي سي جي and so on. يبقى level هبروسيد within 3 level of physical examination started by superficial complete physical examination, then perform focus on regional examination, then complete this by ancillary procedures such as lab investigation and diagnostic procedures. طيب دي الليفل. الفيزيكال اكزامينيشن، انا عشان اكون بروفيشنسي في الفيزيكال اكزامينيشن لازم أنا اكون اورينتد بالثلاث حاجات دول. الاكويبمنت which used during performing the physical examination، البريباريشن، والبريباريشن هنا هتكون للسيتنج وهتكون للبيشن وهتكون لماي سيلف از اكزامينر، فلازم نعمل بريباريشن. الحاجة الثالثة والمهمة جدا في الفيزيكال اكزامينيشن demonstrate more and more and more techniques of physical examination. لازم يا جماعة نتدرب عليها. مفيش حد كده من يوم وليلة بيبقى بروفيشن في الفيزيكال اكزامينيشن، لا دي عايزة more experience and so must be performed more and more. اتعلم اسمع بالسماعة ازاي، احط السماعة، اكونسنتريت، اكلوز يور ايز and so on. اتعلم ازاي ابص بعينيا ولوك فور يعني انا ببحث عن حاجة معينة، مش جاست بس بصيت كده وانتهينا. اوكي. فكل ده must be considered. هنمسك items اوكي ونتكلم عنه in brief عشان اوصل للبروفيشنال in performing الفيزيكال examination. تعالوا نعرف الاكويبمنت عندي، هنقسمها لحاجات بيزك وحاجات ادفانسد. تعالوا نشوف الحاجات البيزك زي ايه. اوكي. مثلا الجلافز او الديسبوزابل جلافز، اكيد لو بيشن عندي فيرست كونتاكت معاه، انا ما اعرفش برضو هل هو في حاجه في السكين او لو حاجه ابيرد او نوت ابيرد، فماست بي بروتكت ماي سيلف باي ويرنج جلافز. اوكي. ديسبوزابل جلافز او لاتيك جلافز او المهم يبقى فيه جلافز. اتفقنا ان اول حاجه ببدا بيها مع البيشن الفيتال ساينس، فاكيد سفيجنومانومتر، الثرمومتر، الستاتوسكوب بتاعتي او الفيتال ساينس اكويبمنت ماست بي ايه موجوده يعني. اوكي. بين لايت، ده انا عايز اشوف الاي رياكشن، البيوبلز بترياكت ولا لا، عشان بيزد عليها اعرف النيورولوجيكال سيستم اخباره ايه، فمحتاج بين لايت. اوكي. تيب ميجرمنت، لو عايز اشوف الابدومينال جيرث، عايز اشوف الهايت بتاع البيشن، اكيد برضو يبقى عايز سكيل للهايت للويت. اوكي. عايز ماركينج بنسل اند سكيل، عايز مسطره وقلم، وهنعرف ده في يمكن هنعرفه في الريسبيراتوري اسسمنت وهنعرفه في الابدومينال اسسمنت. انا محتاجه البنسل في ايه؟ اوكي. عشان اعمل ماركينج واقيس الميجرمنت واشوف الميجرمنت دي according to normal ولا deviated about النورمال. visual acuity chart، الفيجوال acuity chart. اوكي. عشان اشوف الفيجوال اكيوتي اوكي فور ذيس بيشنت سواء للفار او النير ديستانس. محتاج ايه تاني؟ التانج ديبريسورز اوكي، عشان لو انا حابب اعمل فيزيكال اكزامينيشن فور ماوس يبقى بعمل ديبريس بالتانج، او حابب اعمل تيست للجاج ريفلكس وبالذات لو البيشنت بوست اوبرتيف فمحتاج تانج ديبريسورز. كوتون بول، قطنه، عشان اعمل كليننج اتليست للستاتوسكوب بتاعتي، اعمل لها كليننج بيفور وافتر اليوز. اوكي. التست تيوب، محتاج انابيب، سواء الانابيب دي
هحط مثلا فيها ممكن التست تيوب دي هستعمل كذا حاجه. لو انا هسحب بلود سامبل فور كاردياك انزيم فور الكترولايت انزيم الكترولايت تيست، ممكن يبقى تيست تيوب. اوكي، ممكن التيست تيوب دي احط فيها اودر، اوكي، اودر زي الفانيليا، الاورنج، الليمون، اوكي، عشان اعمل تيست للنوز او تيست للسميلنج، اوكي. او ممكن احط فيها ميه ووتر، وورم ووتر او كولد ووتر، عشان اتست السنسيشن فور ماي بيشنت to determine او to test a neurological assessment. اوكي، commonly easily identified substance as coffee. بعض الاودر زي ما اتفقنا الليمون او الاورنج او الكوفي، اوكي، ونعمل بيها تيست. وطبعا هنا يحضرني حاجه كنا دايما واحنا طلبه، كان في حد من الدكاتره دكتوره، فهي عايزه تعمل تيست للسميل بتاع البيشن، اوكي. المهم طلعت له بيرفين من معاها، طبعا البيشن وغمض عينيه وعملت له تيست شم الريحه دي، فالمهم ايه، قال لها كلونيا. فازاي قال لها كلونيا؟ فهي عملت ان هو نو سميل. يا فندم لازما هنا تبقى ايه، identified substance، حاجه يبقى هو كومن عارفها عشان يقدر بيزد عليها يidentiفاي. ولذلك بنلجأ دايما للاورنج والليمون والكوفي والفانيليا، الحاجات الكومن بالنسبه لنا. ووتر سوليبل لوبريكانت، احيانا ممكن نستعمل مثلا زي ستاتوسكوب، اوكي، او عايز استعمل سبيكولم، اوكي، في الفاجينا او في الريكتم اند سو اون، فمحتاج لوبريكانت عشان يبقى سهل معايا ان انا ادخله. اوكي، سمول كاب اوف ووتر، وهنعرفها دي during التست اوف ثايرويد، ان انا البيشن عشان اعمل تيست للثايرويد محتاج ان هو يشرب سيبسز اوف ووتر، فمحتاج كاب اوف ووتر. تو سمول بيلو، هنعرف ان شاء الله during الفيزيكال اكزامينيشن اوف ابدومين محتاج ان انا اعمل ويل سبورت للني بتاعتي ببيلو، واعمل ويل سبورت الهيد ببيلو عشان يعمل لي ريلاكسيشن فور ذا ابدومين. يبقى دي كلها حاجات بيزك اسسمنت، وفي اكتر من كده لو احنا حبينا نبص على الديتيلز بتاعتنا، ولكن اتليست دي الحاجات البيزك اللي ماست بي بريبيرد بيسايد البيت. طيب الحاجات الادفانسي، اوكي، زي ايه؟ زي الاوفثالموسكوب. لو انا عايز اشوف الانترنال ستراكشر اوف ذا اي، لو انا عايز اشوف فيه هيموريج ولا لا، لو عايز اشوف الريتنا بتاع البيشن، all of this through ophthalmoscope. اوكي، اوتوسكوب عشان اشوف التمبانيك ممبرين، الاكسترنال اير، هل في انفلاميشن، هل في اوتايتس ميديا اند سو اون، اوكي، عن طريق الاوتوسكوب. النيزو سكوب او السبيكولم ده كمان. وخلي بالنا ان معظم التولز دي بيبقى فيها بين لايت، لان المكان اللي انا داخلاه مغلق، اوكي، دارك، فانا محتاجه هنا اكسترا لايت، اوكي. فانا محتاجه هنا اشوف النيزو سكوب عشان اشوف السبتم، عشان اشوف الميوكوزا، عشان اشوف الهير، عشان اشوف الديفيشن لو في اي ابنورماليتي. فكل دي ادفانسد الريفلكس هامر عشان اشوف الريفلكسز والنيورولوجيكال اسسمنت، اوكي. التيننج فورك، اوكي، عشان اشوف ايه، اشوف الاوديتري كانال، واشوف الكوندكشن بروبلمز والهيرنج اكيوتي، البيشنت ده بيسمع معايا ولا لا، والمشكله فين، عن طريق التيننج فورك. السكين كاليبر عشان اشوف البادي ماس اندكس والنيوتريشنال اسسمنت. كل دي ادفانسد اكويبمنت. هتقول لي مين اللي بيستعملها؟ هقول لك النيرس في الفيرست كونتاكت with patient after collection of health history must be performed physical examination using the basic equipment and the advanced equipment. اوكي، طيب خلصنا الاكويبمنت وعرفنا البيزك والادفانسد. تعالوا نشوف البريباريشن. how to prepare السيتنج، الاكزامينر، البيشنت. اوكي، طيب السيتنج
مكان هعمل فيه فيزيكال اكزامينيشن. ولو احنا نرجع بيه الذاكره شويه عند الفيديو الاولاني، ده احنا انت قلتي كونسيدريشن معينه ماست بي كونسيدر البرايفت كومفورتابل وورم انفايرمنت. اوكي، برايفت عشان البريفاسي والاكسبوجر. اوكي، كلوزد اريا يبقى اكيد برايفت كلوزد اريا. ايه تاني؟ كوايت، ده انا هعمل اوسكالتيشن، هعمل بركشن، فمحتاج الانفايرمنت بتاعتي تبقى ايه كوايت. اوكي، ايه تاني؟ محتاج ان انا اتليست الانفايرمنت دي تبقى وورم، ما تشغليش التكييف ويبقى انا مقفل كده. ده انا ممكن درجه الحراره القليله جدا تعمل لي ايه؟ فازو كونستريكشن، ابان ان انا بيل وانا مش بيل، انا التمبريتشر هي اللي خلت حصل فازو كونستريكشن. زي ما ايدينا بالظبط في الشتاء بتبقى ايه؟ بتبقى ساقعه. اوكي، بتبقى سايانوزيس. اوكي، يبقى دي مش مشكله ريسبيراتو. يبقى اذا مجرد الانفايرمنت may be affect الريزلت وتديني فولس ريزلت، تخلي البيشن يبدو ان هو سايانوتيك وهو مش سايانوتيك. ايه تاني غير البرايفت والكمفورتابل انفايرمنت؟ اوكي، كوايت اريا. ايه تاني؟ اللايت. اوكي، من ضمن الحاجات المهمه جدا جدا اللايت. ليه؟ وما ينفعش الاضاءه الفلورسنتيه دي، لان هي دايما في الغالب بتعمل تشينج للكالر اوف ذا بيشن، ولكن must be performed inspection in sunlight. إضاءة الشمس، sunlight في الشمس، عشان تديفرنشيت هل ده سايانوزيس، هل ده يلو ديسكالريشن وجوندس، هل ده بيل، هل ده ايه بالظبط. must be examined او inspected في sunlight. اوكي، طيب ايه تاني محتاجينه بالنسبه للتيبل اللي انا هبرفورم فيها الفيزيكال اكزامينيشن؟ اوكي، لازم تبقى فيرم اكزامينيشن تيبل على الايه ماي appropriate to my height. ليه؟ to avoid الستوبنج. ما ينفعش انا كاكزامينر اوطي كده واعمل اكزامينيشن عشان التيبل بتاعي ايه واطي. لا، ده لازم يبقى الليفل عالي عشان وانا بعمل الفيزيكال اكزامينيشن انا مرتاحه. لو انا مرتاحه هقدر اعمل كولكت اكيوريت داتا. لكن لو انا ظهري وجعني بقى وعامل ستوبنج وتاني نفسي كده، ده هيديني برضو فولس ريزلت ومش هيخليني ويل كونسنتريتد اون ماي اكزامينيشن. التراي بتاعتي فيها البيزك والادفانسد اكويبمنت اكوردنج تو بيشنتس كونديشن. يبقى انا عملت السيتنج. وطبعا في السيتنج هنلاقي فيه حاجات سبيسيفيك ريليتد تو ايتش سيستم، برضو هنيجي مع كل سيستم ونقولها، ولكن as general must be prepare your setting before performing physical examination. الاكزامينر، انا كاكزامينر انتوا طالبين مني ايه عشان ابرفورم الفيزيكال اكزامينيشن؟ اعمل هاند ووش اكيد، اوير وهاند ووش دي بيفور وافتر، اوير جلافز، اوير جوجل، اوير البي بي اي البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت. طبعا في بعض الكيسز زي حالات الكوفيد، حالات الريسبيراتوري بروبلمز، حالات التي بي، انا محتاج بي بي اي بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت. اوكي، يبقى الماسك والجلافز والهيد كفر والجاون والاوفر شوز اند اول اكويبمنت، الجوجلز، الاي جلاس دي لازم ماست بي وير. ليه؟ لان ممكن البيشن يكح في وشي. اوكي، والبكتيريا تتنقل عن طريق الميوكس ممبرين بتاعي. اوكي، ابيجن الاكزامينيشن زي ما اتفقنا بالليس انتروسيف بروسيجرز. هاخد الفيتال ساينس، الهايت والويت، الابدومينال جيرز، البادي ماس اندكس اند سو اون. اوكي، طيب لو انا استعملت اي شارب اوبجكت وبالذات during الفيزيكال اكزامينيشن، نيورولوجيكال اسسمنت، ده انا بستعمل دبوس كده عشان اشوف السنسيشن بتاع الفيس في الفور هيد، في الابر اكستريمتس، في اللور اكستريمتس. اكيد الشارب اوبجكت ده ماست بي ديسكاردد بتوين بيشن، ما استعملوش. اوكي، ما حدش يقول لي طب ما احنا هنعقمه، ده احنا هنغسله بكحول. لا يا جماعه. اوكي،
خلاص. حلوة قوي. good idea to integrate الهيلث teaching والهيلث بروموشن during examination. وده اللي احنا قلناه واحنا بنعمل الفيزيكال اكزامينيشن او بنعمل الهيلث هيستوري. must be integrate التيتشنج والاديوكيشن والهيلث بروموشن ودي انستراكشن للبيشنت عشان يحس ان اللي قدامه ده واحد بروفيشنال كواليفايد انف بيديله نوليدج. okay. then good training must be demonstrate more and more physical examination technique to be a professional. اوكي. طيب يبقى احنا عرفنا السيتنج، عرفنا الاكزامينر، اخر ضلع في المثلث عندنا البيشنت. اوكي. بيشنت هنعمل ايه للبيشنت بتاعي؟ اول حاجه اهم حاجه في البيشنت الثيرابيوتيك ريليشن شيب، الرابور between the patient and the nurse عشان يكسبوز ويبدا يديني مساحه ان انا اعمل له الفيزيكال اكزامينيشن. must be build good relationship between patient and the nurse. اوكي. must be explain البروسيجرز زي ما اتفقنا. الاكسبلانيشن ده هيقلل الاسترس والانكزايتي ويخليه كوبريتيف معايا. ايه تاني؟ الديزاير والريكوستد. هقول له انت محتاج حاجه طيب قبل ما نبدا؟ يقول لك مثلا محتاج حد من اسرته يبقى معاه، مامته، اخوه، زوجته and so on. فمثلا عايز مثلا عايز اشرب، عايز اكل، طيب اطفي التكييف شويه and so on. يبقى must be consider the patient desire and request. ask the patient to urinate. واتفقنا اليورينيشن عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه ان يبقى مور ريلاكس معايا، اوكي، ويكمل معايا. والحاجه الثانيه ان هو لو انا بعمل فيزيكال اكزامينيشن فور ذا ابدومين والبلادر بتاعي فول فهيديني الدالنس في المنطقه دي، والدالنس ده يوبسكيور اند فولس ريزلت. احط البيشنت اسك البيشنت تو بوت ان جاون، يلبس جاون عشان تبقى حاجه سهله واقدر اكسبوز، اقدر اشيل حاجه، احط حاجه، اميجر، اسكالتيت، غير بقى كل اللبس بتاعه. اوكي. and good idea to allow rest periods for older patient. طبعا الفيزيكال اكزامينيشن ممكن ياخد معايا اكتر من ساعه، وبناء عليه الناس الاولد ايج must be take time for rest during الاكزامينيشن. يبقى احنا خدنا بالنا من الانفايرمنت، خدنا بالنا من البيشنت، خدنا بالنا من الاكزامينر. اوكي. طيب يبقى تعالوا بقى نشوف الفيزيكال اكزامينيشن تكنيكس او التكنيكس اوف فيزيكال اكزامينيشن. زي ما اتفقنا هم كام؟ 4 تكنيكس. ايه ال4 تكنيك بتوعي؟ اوكي. انسبكشن، اوكي، انسبكشن، انسبكشن، اوكي، انسبكشن، بالبيشن، بيركشن، اوسكالتيشن. وده السيكونس الطبيعي: انسبكشن، بالبيشن، بيركشن، اوسكالتيشن. اولفاكشن، اولفاكشن. في كتير من التكست بوك يا اولاد بتقول ان التكنيكس بتاعتي هم 4 تكنيك: انسبكشن، بالبيشن، بيركشن، اوسكالتيشن. الاولفاكشن انكلودد ويز انسبكشن. انا لما بعمل انسبكشن عن طريق الفيجن، اوكي، والسميل والولفاكشن، اوكي، او الولفاكشن، اوكي، والهيرنج. انا بفحص بعيني، بانسبكت باي ماي اي، listen by my ear، اوكي، and olfact by my nose. الثلاثه سنسز دول تحت الانسبكشن. اوكي. وبعد كده بستعمل البالبيشن او التاتش، اوكي، البركشن، ستراكنج، اوكي، اوسكالتيشن ثرو ستاتوسكوب. طيب تعالوا نشوف اول تكنيك اللي هو الانسبكشن. inspection visual examination through my eyes. انسبكت البيشنت بتاعي من head to toe. اوكي. close careful visualization. اوكي. careful visualization. ما فيش حاجه اسمها ان انا هعمل physical examination for respiratory system، اوكي، او for abdomen، اوكي، without inspection. لا، انا بعمل inspection for whole person وكونسنتريت على الابدومين، على الشيست، على الكاردياك، على الابر اكستريميتيز، على اللور اكستريميتيز. كيرفول، مش نظره عابره كده، لا، بشوف ودقق كل حته. السكين
الكولرز بتاعه اخباره ايه، السيمتريه ما بين الابر واللور، ما بين الرايت والليفت، ما بين الهاند والهاند and so on. فmust be differentiate and careful visualization. اوكي، البادي بارت ابدا اشوف الكالر بتاعها، البوزيشن، السيمتري، الابنورماليتي، الشيب، السايز بتاعها. اوكي، اما اشوف البادي بوزيشن. اوكي، انا شايف الشولدر ده كده والشولدر ده كده، الله هو ده كده ايه، ده ابنورمال. اوكي، فده ثرو انسبكشن. هانسبكت ايه، بريزنس اوف ايه مثلا، بالسيشن. بالسيشن، هو البالسيشن بيتشاف هنعرف في الابدومين ان في هنا الاورتيك بالسيشن. اما البيشن يبقى نايم في السوباين بوزيشن، فليكس للور اكستريميتيز ويل سبورت الهيد. اوكي، هبص الاقي واعمل كلوز اوبزرفيشن فور ابدومين، هلاقي فيه بالسيشن. اوكي، طيب ايه تاني؟ اوكي، دي الكومبوننت بتاعتي اللي انا هركز عليها. والانسبكشن عموما هيبقى ليها محاضره سيبرت لوحدها اللي هي جنرال سيرفي. دي مينلي بتديبند على الانسبكشن، وهنعرف الفور كومبوننت بتاعتها ايه هي. اوكي، يعني معناها ان انا هبص على الابييرنس، على الساينس اوف ديستريس، على الفيشيال اكسبريشن والبيهيفير بتاعي، على البادي هشوف الشيب، الكالر، السايز، اللوكيشن، السيمتري، الديفورماتي، الموفمنت، الساوند. اوكي، هشوف ايه الجرومنج والابييرنس والاودر. كل دي ايه must be inspected through ايه data collection او physical examination. ولذلك دايما بنقول يا اولاد ان الانسبكشن ده الفيرست ستيب. اوكي، من اول ما البيشنت بيخش عليا بشوف الابيرنس بتاعه ماشي ازاي، الموفمنت، الجيت بتاعه اخبارها ايه. اوكي، البوزيشن. اوكي، البوتشر بتاعه، البوزيشن بتاعه وهو قاعد وهو واقف. اوكي، الفيشال اكسبريشن، البيهيفير، التون اوف فويس، السبيتش بتاعته اخبارها ايه. كل ده ثرو انسبكشن. اوكي، هشوف الشيب، الكالر، السكين كالرز اخباره، الليفل اوف كونشسنس. اوكي، بيرسبوند ويكوميونيكيت معايا ولا لا. اوكي، يبقى كل ده انسبكشن. طيب لو عايزين نتعلم ازاي نبرفورم الانسبكشن، ايه البرنسبل، ايه الحاجات اللي اخد بالي منها انا كاكزامينر during الانسبكشن. اول حاجه واهم حاجه، اوكي، look and observe before touching. وده زي ما اتفقنا ان الانسبكشن الفيرست ستيب، الفيرست تكنيكس. اوكي، ما دي قاعده عامه. الانسبكشن مكانه في الاول مش هيتغير، ممكن السيكونس بتاع اي تكنيك تاني يتغير الا الانسبكشن. look and observe before touching. اوكي، pay attention، لا خليك هادي شويه وركز معانا اثناء الانسبكشن. اوكي، على كل الديتيلز. اوكي، ويل لايتد اريا زي ما اتفقنا في الصن لايت. كومفورتابل تمبريتشر، عشان عرفنا ان التمبريتشر ممكن تعمل لي ديسكالريشن، ممكن تخلي البيشنت ساينوتيك، ممكن تخليه بيل. اوكي، كومبليتلي اكسبوز، ما ينفعش ابص من تحت الهدوم بتاعه او من تحت الجاون، لا انا هعمل انسبكشن للابدومين، ماست بي اكسبوز الابدومين من الكوستال مارجن للسوبرا بيوبيك اريا. اوكي، اكزامين الشيست، يبقى من البيز اوف ذا نيك لغايه الكوستال مارجن. بالنسبه للفيميل ماست بي دراب البريست. يبقى اذا اكسبوز البودي بارت كومبليتلي. هي تاني انسبكت اتش اريا. اوكي يا جماعه، ما فيش انسبكت اريا اتش اريا، اشوف السايز بتاعها، اشوف الشيب، اشوف اللوكيشن. اوكي، هل انا كده اما كتفي يبقى كده هو ده بروبر لوكيشن؟ This is abnormality. السايز لما يحصل فيه اتروفي، وبالذات لو سايد فيه باراليسيس بيحصل فيه اتروفي وضمور. اوكي، فهلاقي السايز ده مختلف عن السايز ده. ده الكومباريزون to determine a symmetrical view for this patient. الكالر، اوكي، انا شايف ان الهاند دي بينك كالرز، دي فيها ساينوزس. اوكي، يبقى في مشكله ممكن تكون في الفاسكولار for this patient. compare الابييرنس اوكي of symmetrical body part with known parameters. يعني انا محتاجه هنا ايه؟ لازم يبقى عندي sturdy knowledge
عشان اقدر اعمل الكومباريزون بين النورمال والابنورمال. طيب what about types of inspections؟ اوكي types of inspection في حاجات دايركت، انا شايفه البيشنت بتاعي قدامي اهو، اوكي ده دايركت، هشوف الكلر، الليفل اوف كونشسنس، اشوف الفيربال، اشوف مثلا البادي بوزيشن، الجيت، الموفمنت اند سو اون. اوكي وفي حاجات مش هقدر اوصل لها بالدايركت انسبكشن، هوصل لها عن طريق الاندايركت، زي مثلا الريتنا، التمبانيك ممبرين، يبقى ساعتها انا محتاجه ادفانسد اكويبمنت زي الاوفثالموسكوب، الاوتوسكوب، النيزوسكوب. يبقى الدايركت انفولف دايركت لوكينج ات بيشنت، اما الاندايركت انسبكشن انفولف يوزنج اكويبمنت. طيب ايه تاني؟ يبقى احنا اتكلمنا عن الانسبكشن، اوكي عرفنا what you mean by inspection using الفيجوال، وساعتها مش الكونسنتريتد concentrated visual examination. اوكي عرفنا الجايد لاينز بتاعتنا والبرنسبل مهمه جدا، وعرفنا التايبس اوف فيزيكال types of inspection. تعالوا نشوف البالبيشن. This is the second technique، ولكن زي ما اتفقنا هنلاقي السكند تكنيك ده اوكي هنلاقيه في الابدومين بالذات اللاست تكنيك، وهنعرف ليه. اوكي لكن نورمالي this is the second technique. اوكي use of touch. طيب عشان touch يعني انا هستعمل ايدي، يبقى لازم انا ابقى عارف ايدي عباره عن ايه. تعالوا نشوف الهاند بتاعتي. اوكي ادي ايدي، اوكي ده هسميه ulnar surface. اوكي ده البالم اوف ذا هاند، البالم اوف ذا فينجر، التيبس اوف ذا فينجر، البادز اوف ذا فينجرز. اوكي thumb، index، middle finger، ring finger، pinky fingers. اوكي لان كل بارت من دول هستعملها، الدورزم اوف ذا هاند، الدورزم او الباك اوف ذا هاند. يبقى لازم طالما انا هستعمل ايدي يبقى لازم ابقى عارف البارتس اوف ماي هاند، ulnar، التيبس فينجرز، البادز اوف فينجرز، البالم اوف فينجر، البالم اوف هاند. اوكي الثامب، الاندكس، ميدل فينجر، الرينج فينجر اند بينكي فينجرز. ليه بقى الدورزم؟ لما اجي اقيس التمبريتشر بالدورزم اوف ذا هاند. اوكي هقيس المويتشر الرطوبه يبقى بالدورزم اوف ذا هاند، هلاقيها هنا عند الاكزيلا اندر بريست بتوين الثاي. اوكي طيب انا عايزه اقيس بالس بالباد اوف 3 ميدل فينجر، بادز، يبقى اجي كده واقيس بالبادز اوف 3 ميدل فينجرز تو ميجر او تو كالكوليت البالس. عايزه اقيس الكاروتيد هنا، اوكي الكاروتيد بالاندكس والميدل فينجر، بادز اوف اندكس اند ميدل فينجرز. اوكي عايزه اقيس مثلا الفيشال بالس، الفيشال بالس بالاندكس اند سو اون يا ولاد. يبقى انا لازم ابقى عارف اورينتد بالبارتس اوف ذا هاند. اوكي ادي البادز، البالم، اوكي الفايبر، الالنر، خلاص. ودي الحاجات اللي احنا بنقيسها مينلي. هو انا ببلبط ليه احنا بنعمل بالبيشن؟ ليه مدي ايدي على البيشن؟ ده انا اول حاجه مهمه عندي في البالبيشن والمين بيربوس اوف بالبيشن to determine presence of tenderness, pain, inflammation. انا عايزه اشوف والله هتاتش، اذا حطيت ايدي وضغطت شويه كده عملت بريشر في بين، يبقى المنطقه دي فيها بين وتندرنس وانفلاميشن. يبقى المين بيربوس فور palpation to determine presence of pain or tenderness. وهنا البادي اكوردنج بقى، او انا ببلبيت فين، اوكي التكنيك هيختلف، وساعتها هنقول التكنيك بتاعي ايه. الاورجان لوكيشن اند سايز، انا عايز اشوف مثلا اللوكيشن، واللوكيشن مثلا بتاع البلادر، اوكي البلادر، خلاص، السبلين، اوكي الليفر، اوكي
كل اورجان انا عايزه اشوف اللوكيشن والسايز بتاعه والتكنيك بتاعه برضو هناخده بعدين ان شاء الله في الابدومينال. الشيب اوكي، البتاع ده مثلا البلادر دي عباره عن ايه؟ راوند شيب اوكي. هحسها بالبلبيشن، هنحسها بالبلبيشن اوكي. الماس لو في ماس هلاقي فيه هاردنينج، ممكن الاقي فيه فايبروزس تحت ايدي، ممكن الاقي حاجه زي حبات الرمل كده تحت ايدي، فانا اعرف هنا ان في ماس. ايه تاني؟ التكتشرز زي كده ما كلنا بنيجي نشوف التكتشر بتاع السكن بتاعي بالبالم اوف 3 ميدل فينجر، ادي 3 ميدل فينجر بالم، وبروح اعمل كده عشان اشوف التكتشرز هل هي سموز اوكي ولا رف. اشوف ايه تاني؟ التمبريتشر بالدورزم اوف ذا هاند، المويتشر بالدورزم اوف ذا هاند زي ما قلنا. الموبيليتي والريجيديتي عايزه اشوف حاجه هل هي ده انا باجي هنا بالثامب والاندكس اهو وابدا اشوفها، اشوف السايز بتاعها، اشوف اللوكيشن، اشوف الموفابيليتي بتاعتها موفابل ولا نوت موفابل اوكي. الكونسيستنسي هل هي يا ترى هارد ولا سوفت، هل هي فيها فلويد ولا فيها ايه هارد تيشو اوكي. اشوف ايه؟ السترينث اوف بالس اهو بالثري ميدل فينجرز والاندكس والميدل فينجرز للكاراتيد. اشوف ايه؟ الفايبريشن بالالنر سيرفيس. فايبريشن يعني ايه؟ لما انا باجي اتكلم يا اولاد او بعمل اي ساوند، الهواء وهو داخل وهو خارج بيعمل فايبريشن للفوكال كورد، ده بحس بيه كانه صدى في قلب الشست، فهو ده بنسميه الفايبريشن. فكل ما الساوند بتاعي يبقى عالي الفايبريشن بيعلى اوكي، ولكن الفايبريشن ده بيبقى عالي في حته ويبدا يقل في الحته الثانيه اوكي، وده هنعرفه في الريسبيراتوري اسسمنت. يبقى البالبيشن mainly to determine presence of pain or tenderness اوكي. عشان اشوف الاورجان والشيب والسايز واللوكيشن والكونسيستنسي والموبيليتي، التكتشر والتمبريتشر والمويتشر اند سو اون اوكي. طيب البرنسبل زي ما خدنا بالنا ان في الانسبكشن الانفايرومنت لازم تبقى وورم، ان الانفايرومنت بتاعتي تبقى ويل لايتد، ان الانفايرومنت بتاعتي مثلا تبقى كومفورتابل فور يور بيشنت اوكي. اكيد برضو في برنسبل فور بالبيشن. احنا اتفقنا ان المين برنسبل او المين بيربوس اوف بالبيشن ايه؟ ان انا ايه؟ اديترماين بريزنس اوف تندرنس or pain، وبالتالي بالبيت التندر اريا at the last. اخر حاجه بنعمل لها بالبيشن البينفول اريا او التندر اريا. طب ليه بتقولي كده؟ ما انا ممكن اجي على الحته اللي بتوجع البيشن وابدا اعمل عليها بالبيشن سواء ديب او لايت او سوبرفيشال، تعمل له ايه؟ سيفير بين. هيكمل معايا؟ مش هيكمل، هيقول لي خلاص انا تعبت مش قادر، الحته ألمتني جدا اوكي. ولذلك دايما بالبيت التندر اريا از ذا لاست. دي اول حاجه. ساعتها لما باجي ابالبيت هقول للبيشنت في حته بتوجعك، يقول لي مثلا upper outer quadrant, upper left quadrant, right lower quadrant and so on. يبقى must be excluded this area during palpation. observe ايه؟ non-verbal communication. طب وليه observe non-verbal communication؟ انا وانا ببالبيت لو الحته عملت له بين، احنا كمان كشرقيين ايه؟ البيشن بالذات الراجل مش هيقول لك اي وجعتني، ولكن ممكن يعمل ايه؟ يعمل جريمسنج، يعمل بيتنج لللبس، ده بينديكيت ايه؟ بريزنس اوف بين. هو طبعا انا من ضمن الاكسبلانيشن واكسبلين البروسيجر هقول له طبعا لو حاسس بالم قول لي، لكن ممكن الألم يكون محتمل وبالتالي هو ما يقوليش، جاست بس يبان على الفيربال ايه communications، يبان ان هو بيتنج اللبس جريمسنج اوكي. فماست بي observe non-verbal communication. بما اني هتاتش اوكي وايدي، يبقى ايدي ماست بي warmed اوكي. ايه تاني؟ احط البيشن في البروبر بوزيشن، لان الامبروبر الاكيوريت بوزيشن ممكن يعمل لي هاردنج، يعني وانا واقفه دلوقتي الابدومن بتاعتي هارد، لكن لما انام وريلاكس
وويل سبورت الهيد وفليكس اللور اكستريميتيز، الابدومين بتاعتي تبقى سموث، وبالتالي يبقى سهل ان انا اعمل اسسمنت ليها وما تدينيش فولس ريزلت، لان دلوقتي هاردنينج الله هي فيها مس، لا هو انا مش في البروبر بوزيشن فور ابدومينال اكزامينيشن. ايه تاني؟ instruct the patient to take deep breath عشان to induce relaxation. ده يخليني ريلاكس، وبالتالي المسلز يحصل لها ريلاكسيشن وما يحصلش ريجيديتي في المسلز، وبالذات في الابدومينال مسلز. جنتل تاتش، وهنعرف ان في تايبس اوف بالبيشن، في لايت بالبيشن ومودريت بالبيشن وديب بالبيشن. اللايت بالبيشن والمودريت بالبيشن والديب بالبيشن must be started by light gentle بالبيشن، عشان لو حصل بين هستوب not proceed to the deep بالبيشن. دي نقطة. النقطة الثانية في بعض الأورجان contra indication to palpate، يعني لو البيشن عنده اورتيك انيوريزم، الاورطه عندي في ديفكت، في ويكنس في الوول بتاع الاورطه، ما اجيش اعمل ديب بالبيشن، ممكن لا قدر الله يحصل له رابشر. السبلين لو عنده سبلينوميجالي ما ينفعش اعمل ديب بالبيشن ولا لايت بالبيشن، لا ده كونترا انديكيشن. فmust be start by gentle according to patient's condition. avoid the deep or prolonged palpation. ما اقعدش ادوس بقى واركز واعمل. احنا لما بنقعد ندوس بايدينا، مثلا لو واحد فينا حط ايده كده لفتره طويله قوي بتنمل، وبالتالي بيلاص السنسيشن. فالبرولونجد بالبيشن بيلاص السنسيشن، فmust be avoid deep and prolonged palpation. Informal patient must be informal patient before palpate especially tender area. اخر بقى ما اخلص خالص اقول له خلاص اهو يا عم محمد احنا خلصنا، اخر حته هحسها اللي هي الحته اللي وجعاك. فmust be informed. فدي برنسبل يا اولاد must be considered during البالبيشن. تعالوا نشوف الليفل، وزي ما اتفقنا الليفل يعني ايه؟ يعني ان انا هعملها كلها، او هبدا باللايت واخش على المودريت واخش على الديب. اذا في كونترا انديكيشن ان انا مش هعمل الديب خلاص ولكن اي حاجه هبتديها اللايت ومودريت وديب. start by light and then proceed to deep palpation. تعالوا نشوف اللايت بالبيشن. لايت لما اجي اعمل بالسيشن البالسيشن ده لايت يعني ايه؟ الدبس بتاعي less than 1 سنتيمتر. انا مش هعمل بريشر لمنطقه البلسيشن اكتر، ده اقل بكتير من 1 سنتي. يبقى اللايت بالبيشن جاست بس place الدومينانت هاند اوفر ذا اكزامينيشن بارت، الدبريشن بتاعي less than 1 سنتيمتر زي البلسيشن. التمبريتشرز، الليمف نودز، لما اجي ابلبيت الليمف نودز بتاعتي دي ما بعملش ديبريشن. ايه تاني؟ التكتشرز، المويتشر، التمبريتشر، all of this is a light palpation. عايز ابلبيت التشيك، ابلبيت الساينسز، دي برضو light palpation. طيب مودريت بالبيشن، ده هنا هيختلف بقى الدبس بتاعي كان هيوصل لايه 1 to 2 سنتيمتر. 1 to 2 سنتيمتر، يبقى في عمق هنا. اهم حاجه في البالبيشن يا اولاد، ادي الدومينانت هاند بتاعتي دايما ببقى ماشي بسيركولار موشن اهي، بعمل سيركولار موشن، ماشي بسيركولار موشن. ليه؟ انا ما بحطش ايدي وخلاص. البالسيشن بحط ايدي لكن لما ببلبيت عايزه ابلبيت سايز ولوكيشن وكونسيستنسي بسيركولار موشن. فدي من ضمن الحاجات اللي ماست بي كونسيدر. هبلبيت، يبقى انا عايز احدد سايز، احدد لوكيشن، احدد بوردر، احدد موبيليتي. طيب الديب بالبيشن يعني معناها الدبريشن بتاعي قد يصل من 2.5 to 5 سنتيمتر دبريشن to determine السايز، اللوكيشن، الكونسيستنسي، البين والتندرنس in this
اورجان. اوكي، مين اللي هوصل فيه ل 2.5 من 2.5 ل 5 سم؟ ده اكتر حاجه الابدومين. اكسبت هذا يعني الشيست ده فيه ريبس. اوكي، ساعتها هيبقى فيه مودريت بالبيشن. ليه؟ لان الدبس بتاعي لا يتعدى من 1 إلى 2 سم. اوكي، البلس والتمبريتشر دي لايت بالبيشن، لكن الديب بالبيشن مينلي ان ذا ابدومينال اورجان. اوكي، اهي ديب بالبيشن. ولذلك عشان اعرف الديب بالبيشن هاو تو بيرفورم الديب بالبيشن، هعرف ان في دومينانت هاند ونون دومينانت هاند. الدومينانت هاند اللي هي الاكتف هاند بتاعتي. اكتف هاند، اكتف هاند يعني ايه؟ اوكي، اكتف هاند يعني الايد اللي انا شغاله بيها، زي واحد بيكتب بايده اليمين، اوكي، والديني بيكتب بايده الشمال. اللي بيكتب بايده الشمال الدومينانت هاند عنده الليفت هاند تكنيك. اوكي، اللي بيكتب بايده اليمين وبياكل بايده اليمين وشغله كله بايده اليمين يبقى الرايت هاند دي الدومينانت هاند. يبقى عندي دومينانت هاند او اكتف هاند، اوكي، والنون دومينانت هاند. الاكتف هاند دي بنسميها سينسنج هاند. سينسنج يعني الحته اللي انا بشعر بيها، الايد اللي بحس بيها. اما النون دومينانت هاند تو بيرفورم بريشر. ما احنا قلنا في دبس. اوكي، فالدبس ده هوصل له ازاي؟ عن طريق النون دومينانت هاند. اوكي، يعني بمعنى ايه؟ ادي الدومينانت هاند بتاعتي، اوكي، ودي النون دومينانت هاند. اوكي، دي هحطها على الاورجن اللي انا عايز اديترماين السايز بتاعه، ودي هعمل بيها بريشر، هزق بيها. ليه؟ عشان دي تركز في السنسيشن، ولذلك بنسميها دومينانت هاند، اكتف هاند، سينسنج هاند، تو سنسيت. اوكي، اما دي نون دومينانت هاند، اوكي، فور بريشر. اوكي، يبقى انا بحس بدي، اوكي، وبعمل بريشر بالسكند هاند. اوكي، يبقى الديب تكنيكس في عندي باي مانيوال وسنجل هاند تكنيك. تعالوا نعرف ايه الفرق ما بين السنجل هاند تكنيك والباي مانيوال تكنيك. السنجل هاند تكنيك ادي الدومينانت هاند، اوكي، او sensing hand put on the abdomen and another hand to perform pressure. يبقى واحده sensing hand والثانيه for pressure، وعشان كده انا بسميها ايه؟ single hand technique. single hand technique. طيب السكند types of deep palpation by manual. by manual ساعتها انا بقى بستعمل ايديا الاثنين. one hand for sensation and the other hand for pressure. الله، طب ما هو نفس الكلام، ايه الفرق؟ اوكي، الفرق هنا الباي مانيوال دايما بستعملها في الاورجن اللي هو موفابل، عايزه اعمل له كمان سبورت. اوكي، زي مثلا السبلين. اوكي، السبلين هنا في الليفت سايد بعمل ايه؟ بعمل ويل سبورت وبريشر، وايه بالاذر هاند بعمل ايه؟ بالبيشن. الليفر هنا، اوكي، في الليفر هنا بعمل سبورت وبريشر، وبعمل هنا سنسيشن، كاني بضغط على الليفر من هنا عشان يطلع ويبقى قريب من السكين، وبالتالي بالاكتيف هاند اقدر اعمل له ايه؟ سنسيشن او بالدومينانت هاند. هنا كمان الباي مانيوال تكنيك دايما بستعملها في الاورجن الموفابل، زي مثلا البريست ده انا بعمل سبورت وبعمل بالبيشن فور اكتيف هاند. ليه؟ لان الاورجن هنا موفابل. اوكي، فدي الباي مانيوال تكنيك. يبقى عندي السنجل هاند تكنيك دي ممكن استعملها في الابدومين. اوكي، عايز ابلبيت بريزنس اللارج انتستين، السمول انتستين، بريزنس اوف ماس، بريزنس اوف ابنورماليتي ان ذا ابدومين. لكن الباي مانيوال تكنيك، اوكي، الاكتيف هاند and sensing hand and dominant hand on body part and another in the other side to support. اوكي، فالباي مانيوال دي هلاقيها في الليفر، هلاقيها في السبلين، اوكي، هلاقيها في البريست، اوكي، في الميني، في الموفابل اورجن. يبقى دي البالبيشن يوز اوف تاتش، اوكي، فور اي بادي اورجن سبيشالي بنستعملهم في الابدومين. يبقى البالبيشن لايت، مودريت اند ديب. والديب يا اما سنجل هاند تكنيك، اوكي، يا اما باي مانيوال تكنيك.
تعالوا نشوف الثيرد تكنيك اللي هو البركشن. وخلي بالكم افتكروا الكلمه دي كويس قوي، ان البركشن هتظل في موقعها الثالث. يبقى الانسبكشن فيرست والبركشن ثيرد، والبالبيشن والاوسكالتيشن هما اللي هيختلفوا على طول. البالبيشن السكند والاوسكالتيشن الفورث. هاجي في الابدومين وبعض التكنيك هنقول عليها في الاذر اورجان، هلاقي البالبيشن بقت at the last fourth والاوسكالتيشن at the second. اوكي، البركشن this is the second third technique use of percussion. اوكي، بركشن يعني ايه؟ ببركس ستراكنج البادي بارت. ليه بعمل ستراكنج؟ ليه بخبط على الاورجان؟ ما انا مش قادره اوصل له. اوكي، في بعض الاورجان زي الريسبيراتوري اوكي مش قادره اوصل له. اوكي، طب هعمل ايه؟ يبقى ساعتها ابركاس. ليه؟ عشان اقدر اوصل له واشوف الساوند اللي طالع، وبيزد على الساوند اللي طالع هقول يا جماعه الساوند اللي طالع ده ريزونانس ولا تيمباني ولا فلات ولا and so on، وهنعرف كل اورجان والساوند بتاعه ايه. يبقى اذا البركشن this is involved tapping. اوكي، tapping striking البادي بارت تو ديترماين التيشو دانستي. والدانستي هنا مقصوده هل الاورجان ده فيه فلويد ولا فيه تيشو ولا فيه اير. اوكي، وبيزد على تيشو ولا فلويد ولا اير كل واحد فيهم هيطلع لي ساوند اقدر اقول this is a normal sound or abnormal. هي البركشن بنستعملها ليه؟ بنستعملها instead of palpation if this is organ not available. مش قادر اوصل للاورجان فبعمل structure. او ان during البالبيشن انا حسيت حاجه abnormal فانا عايز اديترماين الابنورماليتي، فساعتها هلجا للبركشن عشان لقيت هاردنينج وجيت عملت بركاس لقيت لا الصوت طبيعي، يبقى خلاص يبقى ممكن انا كنت confused during this step. اوكي، البركشن help to confirm suspected abnormal finding from palpation. اوكي، طيب البركشن بستعملها في ايه؟ انا قلت في البالبيشن بالبيشن mainly to determine presence of pain or tenderness especially in the organ والتمبريتشر والبلسيشن and so on. طيب البركشن determine الدانستي. اتفقنا ان احنا عايزين اورجان مش قادره اوصل له، مش عارف هل هو فيه فلويد ولا اير ولا تيشو، فانا عايز اشوف الدانستي بتاعته. determine السايز وده هنشوفه لما هنحدد الليفر سبان. الليفر سبان نعمل بركشن كده اوكي على الشيست، هوصل لمنطقه معينه اقول ده الليفر اوكي، وهاجي من تحت واعمل بركشن واوصل لليفل معين واقول ده الليفر، ده بدايته وده نهايته، يبقى ده بسميه ليفر سبان. اوكي، يبقى السايز والشيب واللوكيشن. قيست البين. الله، انت هتلخبطينا ليه؟ مش انت قلتي البين ده during البالبيشن والتندر اليا؟ طب ما في اورجان انا مش هقدر اوصل لها عشان اديترماين بريزنس اوف بين اور تندرنس. زي ايه؟ زي الكدني. اوكي، الكدني هنا ومحميه بالباك والريبس، طب اوصل لها ازاي عشان اعرف اذا كان فيها بين اور تندرنس؟ عن طريق البركشن، وهنعرف how to determine البين in the internal organ. اديتكت الابنورمال ماسز. طبعا لو انا عملت بركشن كده ولقيت مثلا ضل اعرف ان في ماس. الريفلكسز ولذلك كنا بنسميه ايه؟ هامر بركشن او بركشن هامر. اوكي، فالريفلكسز ايه تبع البركشن. طيب تعالوا نشوف ايه الساوند اللي بتطلع لما عملت بركاس. ايه الساوند اللي طلع؟ في ساوند اسمه تيمباني. اوكي، دايما واحنا صغيرين كنا نقعد نخبط على الابدومين كده اوكي وكانها طبله، فالتيمباني درام لايك. اوكي، وده فعلا في الابدومين هتلاقيه درام لايك. اوكي، يعني شوفوا واحنا صغيرين واحنا بنعرف الفيزيكال اكزامينيشن. الريزونانس. اوكي، الريزونانس ده هتلاقيه في الشيست عشان فيه هواء ان واوت. اوكي، فلما اجي ابركاس اوكي هلاقي ايه؟ في الريزونانس.
اوكي. طيب هايبر ريزونانس، لو الشيست دي فيه هايبر انفليشن، ده يعني مليان هواء اوفر شويه، فلاقي الساوند بتاع الريزونانس عالي شويه، فبسميه هايبر ريزونانس. بس ده للاسف ابنورمال، وده في حالات الانفيزيما والكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. طيب دالنس، ضل يعني صوت مكتوم. اوكي، الضل ده هتلاقيه في السبلين، في الليفر، في الديستندد بلادر، في الديستندد كولون. اوكي، الليفر والسبلين ضل، ده نورمال. البلادر لو هي ديستندد ومليانه هتلاقيها ضل، وعشان كده احنا بنقول ايه يا اولاد؟ لازم انستراكت البيشنت تو ايفاكويت البلادر بيفور ايه ستارت الفيزيكال اكزامينيشن. الديستندد كولون، اوكي، الليفت ديستندد كولون، اوكي، يبقى ديستندد. لما يبقى ديستندد واجي اعمل بركشن والاقيه ضل، اعرف ان البيشنت ده عنده كونستيبيشن، اذا ما كان، اذا انا اكسكلود ان هو يكون عنده ايه ماس. طيب فلاتنس، ده لما اجي بقى على البون، اوكي، اجي على البون واعمل بركاست هلاقيها فلات. فلات يعني مفيش صوت. بصوا يا ولاد، احنا مش هنقدر نعمل ديسكريبشن للاصوات ونقول دي صوت ايه بالظبط، ولكن انت مع التريننج بمعنى ايه؟ تعالى على الابدومين واعمل وشوف الصوت، تعالى على الريب بتوين الريب وحط صباعك واعمل البركشن هتسمع صوت مختلف. تعالى على الكوستال مارجن هنا من تحت، اوكي، واعمل البركشن بتاعك هتلاقي صوت الليفر والضل اللي احنا. تعالى على البلادر لما تبقى مليانه قوي، اوكي، واعمل البركشن وشوف الصوت هيختلف عن صوت بقيه الابدومين ولا لا. وهنا هتقدر practice more and more and more to determine a different sound. لكن مش هنقدر نقول description، اوكي، مش هنقدر نقول description، ولكن هو مطلوب من حضرتك train more and more and more to determine all of this. اوكي. طيب هل ليها تايبس؟ ليها تايبس. تعالوا نشوف التايبس اوف percussion. immediate او direct percussion، immediate او indirect percussion، ودايركت فيست بركشن واندايركت فيست بركشن. تعالوا نشوف كل ليفل منهم. دايركت بركشن، دايركت، خلاص دايركت انت على طول اهو. الساينسز دي عباره عن بون مجوفه مليانه هواء جوه السكال، ودي من رحمه من ربنا سبحانه وتعالى عشان يعمل لايتنج فور ذا هيد. تخيل لو الهيد دي بون مصمت، يبقى انا شايل جبل فوق دماغي او جبل فوق جسمي، اوكي، رقبتي مش هتستحملها. فرحمه من ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا الساينسز دي 4 غرف مجوفه فيها اير، ولذلك اما اجي اعمل دايركت بركشن كده، اوكي، كمان الصوت اللي طالع منها ايه؟ الريزونانس، فدي بسميها دايركت بركشن. اندايركت زي ما بحط ايدي، احط صباعي كده واعمل بركاس، اوكي، دي بسميها indirect percussion. تعالوا نشوف التكنيك بتاع الاندايركت بركشن بتاعنا، سواء بقى على الشيست، على الابدومين، على الليفر، على السبلين، على الديستندد كولون، على البلادر. ايه الميكانيزم؟ ادي الميدل فينجرز بتاعي بعمل له ويل سبورت على البادي بارت، الاذر هاند اوكي بتبقى اوف يعني ايه؟ اهو بص، صوابعي كلها مرفوعه، ايدي مرفوعه، اوكي، ودي عن طريق النون دومينانت هاند. ادي النون دومينانت هاند، الميدل فينجرز هحطه على الشيست، اوكي، او على الابدومين او على اي منطقه هعمل لها بركشن، وبالدومينانت هاند عن طريق الميدل فينجر اهو. وشوفوا انا بعمل ايه الريست اللي شغال، مش بقعد ارفع ايدي بقى وننزل كده، لا هنشغل. لكن بص اهي ايدي ثابته اهي، وساعتها بعمل 2 ستراكنج، اوكي، او دبل ستراكنج، and then close your eyes and determine what about sound. اوكي، يبقى ادي النون دومينانت هاند، rest الميدل fingers in body part, all fingers and the hand must be off. اوكي، الاكتف هاند او الدومينانت هاند عن طريق الميدل فينجر ستراكنج، دبل ستراكنج، very rapidly. اوكي،
بص انا بخبط وبرفع ايدي على طول، لان انا لو خبطت وقفت بعمل دامبنج كاني بقفل الصوت. فايه اهي خلاص، وابدا على الشيست على الابدومين، وهنعرف الديفرنت تكنيكس بتاعها والسيكونس بتاعها هيكون ازاي. يبقى دي سميتها ايه؟ indirect percussion. دايركت فيست بركشن. اتفقنا ان من ضمن اليوزز بتاع البركشن اديترماين البين ان انترنال اورجان. انترنال اورجان زي ايه؟ الكدني. اوكي، طب انا عايز اعرف فيها بين وتندرنس عن طريق الدايركت فيست بركشن. دايركت فيست بركشن يعني ايه؟ اوكي، يعني keep your hand as a fist. اوكي اهي، and then ايه؟ اروح خابط خبطه. طبعا البركشن دي تبقى مودريت، ما تبقى سيفير. دي نقطة. النقطة الثانية must be instruct your patient explain البروسيجر. ما تجيش فجأة كده وتروح خابط البيشن على الكدني، ايه ده في ايه؟ يفتكر ان هو هاتنج يو، انت بتضربه. لا، هتقول له معلش يا عم فلان، انا بس هخبطك خبطة كده بايدي في ظهرك، وقول لي ايه اللي انت هتحس بيه. اوكي، وممكن ساعتها زي ما اتفقنا البركشن والبالبيشن must be observed in non-verbal communication. طالما انا هحدد بين وتندرنس observe non-verbal communication، فدي بسميها direct fist percussion. طيب indirect ده انا حطيت ايدي وبدات اعمل استراكنج، وبالذات الناس البيجنر لسه اللي هم لسه ما تعودوش على قوه الدفع، فانا خاف مثلا تضربوا خبطه تكون قويه، فلذلك بحط ايدي عشان تو ابزورب الشوك. اوكي، لو الخبطه جت جامده شويه تو ابزورب الشوك. اوكي، يبقى الدايركت واندايركت ما هي الا المين بيربوز to determine presence of pain or tenderness in internal organ as kidney, liver, spleen, bladder, all internal organ not available during palpation. ادي البركشن. يبقى البركشن عرفها ان هي striking, tapping to determine الدينستي. عرفت المين برنسبل بتاعها ايه، عرفت التايبس بتاعتها دايركت واندايركت وفيست، ودايركت فيست بركشن واندايركت فيست بركشن. اخر حاجه اللي هو الاوسكالتيشن او الفورس تكنيكس، واتفقنا ممكن يبقى سكند تكنيك وممكن يبقى فورس تكنيك. اوكي، examination by listening for sound. هسمع ساوند. هو في جسمي حاجات بتعمل ساوند؟ هو الريسبيريشن، الانسبيريشن والانسبيريشن، هواء داخل وهواء خارج، ده مش ساوند. وهنعرف اسمه ايه واحنا بنعمل الفيزيكال اكزامينيشن. الابدومينال او الباول ساوند دي مش ساوند، اللي بسميها بيرستالتيك ساوند. اوكي، دي ساوند اعرفها عن طريق الاوسكالتيشن. البلس ده ساوند، هعرف عن طريق الميجرمنت اوف بلاد بريشر. all of this sound. وبالتالي عشان must be determine الكاركترستكس of sound. ايه الكاركترستكس؟ زي ما اتفقنا، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي لما خدنا الفيتال ساينس دايما كنا نقول في البلس او الساوند عموما determine البيتش، الفريكونسي، اللاودنس، الكواليتي، الديوريشن. اوكي، فدي الكاركترستيك. انا مش مجرد هسمع وبس، لا ده انا هسمع واقول البيتش ده هاي ولا مودريت ولا لو. اوكي، الفريكونسي لما باجي اقيس البلسيشن او اسكالتيت الابيكال بالس او اديترماين الانتستينال ساوند، لازم نعرف الفريكونسي بتاعتها، وهنعرف النورمال والابنورمال معانا ايه، اللاودنس هاي ولا مودريت ولا ايه. اوكي، الكواليتي هل هي ميوزيكال ساوند، كراكنج، جارجلينج، سواشنج. وهنعرف الميوزيكال ساوند ده هنعرفه كراكنج ساوند، هنعرف ان دول مينلي هسمعهم في ريسبيراتوري سيستم. جارجلينج دي هسمعها في الابدومين. اوكي، سواشنج ساوند هسمعها في الفاسكولار. اوكي، سواشنج ساوند ودي ابنورمال. السواشنج ساوند دي ابنورمال في الفاسكولار، لو سمعتها معناها ان البلاد فلو عندي فيه تيربلانس.
البلاد فلو في turbulence of blood flow، يعني في حاجات معوقات قافلاه. اوكي، الديوريشن واللينس، هل الديوريشن واللينس اوف ذيس ساوند شورت ولا ميديوم ولا لونج؟ اوكي، واللوكيشن طبعا انا بسمع فين، في ايبيكال ولا في ابدومين ولا في شيست اند سو اون. اوكي، طيب الاوسكالتيشن تايبس برضو دايركت واندايركت. دايركت، اوكي، دايركت هنا يا اما بسمعها زي هلاقي في بعض البيشنت في حالات الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، هلاقي ان البيشنت بتوعي مش محتاجه سماعه، ده انا سامع صدره بيشخلل. وكتير قوي بنقولها، يعني مثلا الاطفال بالذات، اوكي، يقول لك ايه ده صدره بيشخلل. بيشخلل يعني ايه؟ في سكريشن. اوكي، فده بقى اسميها دايركت او بسمعه بالستاتوسكوب. اندايركت ده هنا ده انا محتاجه امبليفاير. امبليفاير يعني مثلا زي ما بنعمل ايكو او سونار على اليوترس عشان نديترماين الساوند اوف هارت ان ذا فيتس. اوكي، طيب ادي الستاتوسكوب بتاعتي. اوكي، والبارتس بتاعتها. انا اهم بارت بالنسبه لي لازم حضرتك تبقى عارفه اللي هو الدايفرام والبل. ليه؟ لان الدايفرام ليه يوزز والبل ليه يوز. الدايفرام ده نورمالي اما باجي استعمله بستعمله للنورمال ساوند. نورمال ساوند زي بلاد بريشر، ايبيكال بالز، مثلا بريستالتيك ويف، شيست ساوند. اوكي، كل دي بستعمل فيها الدايفرام، ده نورمال. اوكي، فالدايفرام فور نورمال ساوند، البل فور ابنورمال ساوند، فيري فاين ساوند، ساوند يكون غير مسموع. فانا محتاجه ايه؟ محتاجه البل. فاكرين زمان يا ولاد ساعات كنا مثلا نجيب علبه، اوكي، مجوفه، اوكي، ونحطها مثلا على الابدومن ونحط ودننا فنسمع صوت الابدومن واضحه. اوكي، البل بنفس الطريقه. اوكي، لما احطه على منطقه فهو ايه؟ بيضخم الصوت وايه ويخليه شويه مسموع. فالبل بسمع بيه الابنورمال ساوند زي السواشنج ساوند في الفاسكولار، زي الميرمر في الهارت. لو في اي فاين ساوند ايه must be used البل. ولذلك دي من ضمن البرنسبل اللي must be consider في الاوسكالتيشن must be used او determined. what about uses of diaphragm and bell؟ ودي من ضمن البرنسبل use of diaphragm and use of bell. ايه الاذر برنسبل during الاوسكالتيشن؟ اوسكالتيشن يعني عايز اسمع، يبقى الانفايرمنت عندي كوايت وكالم. اوكي، eliminate اي distracting noise. اوكي، remove dangling accessory، ما يبقاش في حد مننا لابس سلسله او اكسسوري وعماله تخبط في السماعه بتاعتي. must be listen directly to the abdomen. ما حدش يحط السماعه دي اصل احنا بنحطها يعني على سوري الهدوم الداخليه، لا، must be expose the body part. direct listening for the body part. warm الستاتوسكوب، خليها دافيه عشان السقعه بتاعتها دي تعمل لي كونتراكشن وتعمل لي دامبنج للساوند. اوكي، الدايفرام والبل قلناها. طيب الميل بيرسونز بيبقى دايما فيه هير في الشست، فممكن اعمل له ويت. ليه؟ عشان الفراكشن، اما يبقى ويت يقلل الفراكشن شويه فالساوند بتاعتي ما تبقاش اكساجريتد. اعمل كلين للستاتوسكوب، ايه؟ اعمل كلوز يور ايز تو كونسنتريت. يبقى دي برضو مين برنسبل. ناخد بالنا قوي من كل برنسبل سواء في الانسبكشن، البالبيشن، البركشن، الاوسكالتيشن، لان الحاجات دي لازم must be considered during performing this physical examination. اخر تكنيك ومنلي زي ما اتفقنا ان هو ممكن يندرج تحت الانسبكشن، وكتير من التكست بوك بتنتجريت الاولفاكشن اندر انسبكشنز. اوكي، ان انا لا يا جماعه، البادي ليه مين كاركترستكس اوف اودرز، السويتنج اودرز. اوكي، النورمال اودر بتاعتي او في ابنورمال اودر زي ايه؟ ريحه الامونيا. اوكي، النشادر، ده في حالات الليفر ديزيز، اليورينري تراكت انفكشن تلاقي ريحه نشادر. اوكي، سويت فروتي كيتونز
ريحه الفاكهه اللي بايظه في الدايابيتيك كيتو اسيدوزس، فيسز اودر، ريحه الفيسز، اوكي، وبالذات لو من بيبي صغير وطالع من الماوس ريحه الفيسز، فده معناه مال ابزوربشن. طب لو واحد كبير زي حالاتي يبقى اكيد ده ايه؟ مال هايجين، لا في مشكله في الهايجينيك ميجرز هنا. باد اودر فروم سكين، هل في مشكله في السويتنج جلاند؟ اوكي، ولا مشكله في الهايجين؟ فيول سميلنج ستول، اوكي، لما الستول بتاعي يبقى ريحته اوفنسيف قوي، ده معناه ان في مال ابزوربشن في الفيتس. هالوتوزس، ريحه البريزنج اللي هي، لا في ناس كده ريحه البريزنج بتاعتها يبقى فيها مشكله، ده ممكن يبقى دينتال كيرز، ممكن يبقى في ريسبيراتوري بروبلمز هي اللي عامله لي الهالوتوزس. الماستي اودر، اوكي، ريحه العفن، اوكي، وبالذات لو بيشن عامل كاست، ده ممكن يكون ووند وحصل له انفكشن وبالتالي هو اللي عامل الماستي اودر. فيدد اودر، اوكي، من التراكيوستومي، بتبقى ريحه فعلا لا في شيء من الباص او شيء من الستول، اوكي، ده التراكيوستومي فيها مشكله. الالكوهوليك اودر، ودي وعشان كده احنا بنقول يا جماعه ما تسالوش عن الكحول، اوكي، ولكن ممكن من خلال الاودر او من خلال التست، اوكي. يبقى انا كده عملت الفايف تكنيكس: inspection, palpation, percussion, auscultation، ولكن ينقصني الحاجه المهمه جدا في الفيزيكال اكزامينيشن اند الجنرال اند ماست بي كونسيدر، اللي هو البوزيشننج. البيشنت هقعده ازاي during performing الفيزيكال اكزامينيشن؟ لو في السيتنج بوزيشن انا ممكن اشوف الريسبيراتوري، اوكي، ممكن اشوف الهارت، ممكن اشوف الكاروتيد، اشوف الهيد، اشوف الاي، الاير، الماوس، النوز، الثروت، الهيد والنك، الشيست، اوكي، الابر اكستريميتيز، اللور اكستريميتيز. السيتنج ممكن اشوف فيه كل السيستم اكسبت الابدومين. الابدومين دي محتاجه سوباين بوزيشن، والفليكس للهيد، فليكس لللور اكستريميتيز. ستاندنج ممكن انسبكت الاي والاير والماوس والنوز والثروت والهيد والنك والشيست والبوزيشن والجيد والماسلوسكليتال سيستم، اوكي. السوباين بوزيشن كل السيستم برضو. لو patient cannot able to sit down or stand up maybe take supine position، اوكي. طب البروم بوزيشن، ده انا عايزه اشوف الباك والريكتم اريا واللور اكستريميتيز، اوكي. السيمز بوزيشن، اوكي، ده انا عايزه اشوف اكتر الريكتم اريا اخبارها ايه، لان انا هبقى فليكس لللور اكستريميتيز ونايم على وان لاترال بوزيشن، ده انا عايزه اكسبوز للريكتم اريا. هنا الدورزال ريكامبنت بوزيشن عشان اشوف الفاجينال اريا، اوكي. اللايسوتومي بوزيشن في حالات الدليفري والفاجينال اريا، اوكي. الني شيست بوزيشن، اوكي. الني شيست بوزيشن انا ببقى نايم، اوكي، وواخد وضع السجود عشان برضو اشوف منطقه ايه، منطقه الريكتم اكتر، في بالذات في حالات الفيشرز ببقى عايز اكسبوز لمنطقه الريكتم. وبالتالي يبقى احنا اتعرفنا على الانسبكشن والبالبيشن والبركشن والاوسكالتيشن والاولفاكشن، اتفقنا هتبقى تحت الانسبكشن، اوكي. وعرفنا البروبر بوزيشن فور ايتش سيكشن، اوكي، او ايتش سيستم، اوكي. وان شاء الله يعني نلتقي في فيديو اخر ونبدا بقى الفيزيكال اكزامينيشن تكنيكس ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم.